السؤال ده أو المشكلة دي بتواجهنا كل يوم. بيسألنا أهل المريض: أنا والدي أو والدتي جالهم كسر في مفصل الفخذ ومحتاجين يعملوا عملية تغيير مفصل أو محتاجين يعملوا عملية تثبيت، ولكن صحتهم مش أحسن حاجة، فإحنا بالتالي خايفين عليهم فقررنا إن إحنا ما نعملش العملية. الحقيقة القرار ده قرار خاطئ تماما، وقرار ضد كل الإرشادات والتوجيهات العالمية. المريض اللي هيجيله كسر في عنق الفخذ أو أعلى مفصل الفخذ ومش هيقوم بعملية تثبيت أو بعملية تغيير مفصل، المتوقع إن هو للأسف هيحصل له تدهور في حالته الصحية في خلال أيام وأسابيع قليلة، والموضوع قد يؤدي إلى الوفاة. وبالعكس ده نسبة الوفاة بتصل إلى أكثر من 90% في خلال 3 شهور من عدم التدخل الجراحي. الحل الوحيد لتفادي هذا التدهور هو إن احنا نحاول نخلي المريض ده يرجع تاني لنشاطه أو حياته اليومية عن طريق التدخل الجراحي. بالتدخل الجراحي صحيح هيبقى فيه خطورة من الجراحة نفسها أو من العملية نفسها، ولكن بندي فرصة للمريض ده إن هو يقدر يرجع تاني إلى حياة كريمة، وإن هو يستعيد حياته زي ما كانت قبل الإصابة. في حال عدم اتخاذ قرار الجراحة للأسف التدهور بيحصل سريعا، والوفاة ساعتها بتكون وفاة طويلة وصعبة، صعبة على أهل المريض وصعبة على المريض نفسه. والجودة بتاعت الحياة في آخر أيام المريض بتكون من أسوأ الأوضاع أو أسوأ الأحوال اللي المريض هيكون عاشها أثناء حياته. ولو قررنا إن إحنا مش هنعمل العملية بسبب المشاكل الصحية، لازم القرار ده يكون بعد ما المريض دخل المستشفى، وبعد ما يكون تم مناظرته من الفريق الجراحي ومن الفريق الطبي ومن أساتذة التخدير، علشان القرار ده يبقى قرار مجمع. وحقيقة الأمر إن القرار ده نادرا جدا ما بنوصل له، وإن إحنا في أغلب الأحوال بنقدر نعمل اوبتمايزيشن أو تظبيط للحالة العامة للمريض، بحيث إن إحنا نقدر نعمل له تدخل جراحي وإن هو يبقى عنده فرصة إن هو يقدر يستعيد حياته الطبيعية مرة أخرى.